لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أفادت مصادر محلية سورية بمقتل رجل الأعمال السوري محمد براء القطرجي وعدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السورية اللبنانية مساء اليوم الاثنين، وأدرج القطرجي على لوائح العقوبات الأمريكية نظرا لدوره في تقوية اقتصاد الحكومة السورية. فمن هو محمد براء القطرجي؟ من دكان خياطة في الرقة إلى أعلى سلم أثرياء سوريا. وبمناسبة اغتيال عميد الأسرة اليوم بغارة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية، نعيد نشر التحقيق الذي يكشف بعض أسرار صعود العائلة التي تعتبر أبرز ظواهر أثرياء الحرب في سوريا. تتصدر أسماءهم قائمة حيتان المال في سوريا بثروة تقدر ب 300 مليار ليرة سورية، يملكون ويديرون مجموعة واسعة من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة ولا يربطها بعضها البعض سوى اسم العائلة، ويحوزون عشرات البنايات والعقارات الفاخرة في قلب دمشق وحلب التاريخية، يشترون النفط والقمح من داعش وقسد على حد سواء، ويستوردون البضائع من تركيا، وتخترق قوافل شاحنتهم خطاط الصراع الملتهبة بمنتهى اليسر. يتبعهم جيش من جيوش القبائل المستعطين، وينفقون على ميليشيات عسكرية أو يدورونها بأنفسهم في معظم مناطق الصراع في سوريا. وترعى مجموعتهم حفلة لتزويج عناصر الجيش السوري، يتصدر صورة لبشار الأسد مصافحا حسام قطرجي عضو مجلس الشعب الذي يوجه دعوة لحضور العرض الأول لفيلم أنتجته مجموعته التجارية، وأخرجه رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور بعنوان يشير إلى أيديولوجية متطرفة في عداء أهل الدين الإسلامي رد القضاء، وينهي دعوته بالقول أنه هدية للشعب السوري بمناسبة عيد الميلاد المجيد. أخيرا يتردد اسم القطرجي في كواليس حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان فرض عليه عقوبات صارمة، لكنهم يسمحون لحليفتهم قسد ببيع نفط شرق الفرات ليزداد ثراء. في نهاية خمسينيات القرن الماضي غادر بلدة الباب الواقعة شمال شرق حلب الخياط بشير قطرجي مع أولاده الصغار، وحتى الرحال في الرقة التي كانت يومها قرية كبيرة يقطنها نحو 25 ألف ساكن، غالبيتهم من العشائر العربية التي استقرت حديثا على ضفاف الفرات وتشتغل في الحرف اليدوية مؤسرة راعي المواشي وزراعة الأرض. استأجر بشير منزلا في زقاق ضيق بشارع المنصور من وجيه محلي في قبيلة البسرايا يدعى كحم المخلف، ودكانا في جراج الجعب بشارع القتلي اتخذه مشغلا لخياطة الأجواخ. ولأن نخب المنطقة كانت تجد مشقة في السفر إلى حلب في كل مرة يريد فيها تفصيل ملابسهم، فقد وجدوا في دكان أبو النور بشير القرطاجي طالتهم، وصار دكان مكانا للقائهم. تأثر ابنه البكر أحمد الذي كان طفلا حينها بالأجواء العشائرية وتعلق بها، فأقبل على حفظ الأنساب وأنواع الأحاديث المتداولة في تلك البيئة، ولاحقا سيصبح أحد الرواد الدائمين لمضافات العائلات الكبرى في الرقة، يرتدي زيهم ويتحدث قصصهم ويشاركهم الأحاديث التي سمعها بنفسه من الشيوخ والوجهاء في دكانة أبيه الذي كان عموده الفقري أيضا، وهو أفضل من يعمل على الدرزة في المنطقة كلها. ارتبط أحمد بشير قرطاجي في الرقة بعائلتين بشكل كبير، هم آل الهويدي شيوخ قبيلة العفدلة كبرى قبائل الرقة الذين أشهروه كخياط للنخبة فيها، وآل العجيلي أقارب الدكتور عبد السلام العجيلي الذين لجأ إليهم ليكتسب نسبا يعين على الثبات في تلك البيئة التي تحدد مكانة الفرد بشكل صارخ من خلال هويته القبلية. فأحمد استطاع أن يقنع من حوله بنسبته إلى قبيلة البقار الكبيرة التي ينتسب لها آل العجيلي. أيضا توفي أحمد بشير في بداية الألفية الثالثة تاركا لأبناء منزل من 4 طوابق على دوار النعيم الشهير في الرقة، ومشغل خياطة ومحل لبيع الأجواخ في مكان مميز بشارع المنصور هو مدخل عمارة الزيات، إضافة إلى عدد كبير من المعارف المميزين، وزرع فيهم ولعه بالتراث والثقافة القبلية التي كانت رأس اهتماماته، ولا ينافسها سوى شغفه برجل الدين الصوفي محمد توفيق عجان
الحديد الذي كان أحد مريديه، ولا يكاد يتغيب هو وإخوته وأبنائه عن حضرة من الحضارات التي يقيمها في زاويته بشارع سيف الدولة. يتردد كثيرا اسم القرطاج اليوم كما لو أنه شخص واحد، لكن أكثر من 10 مصادر أهلية وعائلية مقربة منهم أجمعت على القول بخلاف ذلك وأكدته في الوقت عينه. محمد براء يدعى براء اختصار، من مواليد الرقة سنة 1976. أفاد شخص زامله في الخدمة الإلزامية أنه يكتب اسمه بصعوبة، فقد تسرب باكرا ليتعلم خياطة الأجواخ ويعمل في مشغل المدينة المنورة العائد لوالده حسام، عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة مجموعة القطرجي الوارد اسمه في العقوبات الأمريكية. تشير بياناته في موقع مجلس الشعب أنه من مواليد الرقة سنة 1982، ولا تذكر أي شيء في خانة المؤهلات العلمية. محمد آغا يذكر موقع الاقتصاد السوري أنه من مواليد 1991، ولا يوجد ما يشير إلى تلقيه تعليما ما. الأشقاء الثلاثة مرتبطون فيما بينهم بثروة أبيهم المتواضعة التي كانت أساس صعودهم، الذي ما كان يستحق لولا نزعة الأخ الأكبر للمغامرة وشراهته للمال والنفوذ. ولهذا فإن أولاد القطرجي هم في الحقيقة عراب واحد، محمد براء. ما أن توفي الخياط أحمد بشير حتى باع براء وعائلته منزلهم في الرقة لرجل دين سلفي بمبلغ تفاوت تقديره بين 13 و 25 مليون ليرة سورية، ما يساوي 500 ألف دولار بسعر الصرف حينها، فيما تم تأجير المشغل لخياط يدعى رياض عميرو. لافتة المحل ما تزال تحمل عبارة أجواخ المدينة المنورة بإدارة حاج أحمد بشير قطرجي. ورحل الأشقاء الثلاثة الذين كانوا عمر أكبرهم دون 30 وأصغرهم دون 15 إلى حلب التي توصف بأنها العاصمة الاقتصادية لسوريا. اشترت العائلة بيتا قديما متهالك قرب قلعة حلب يمنع تغيير مواصفاته باعتباره يقع في نطاق المدينة التاريخية، لكن براء استطاع أن ينتزع موافقة مديرية الآثار والمتاحف في محافظة حلب لتغيير مواصفاته من خلال وساطة ضابط في القصر الجمهوري من الطائفة العلوية. ترجع معرفته به إلى أيام والده في الرقة، إذ قام بإفرازه للخدمة في محافظة الرقة، وهو أمر ممنوع قانونا، لكن ضباط الدائرة الضيقة بوسعهم اختراق هذا القانون كما غيره، فيما لو تم دفع المبلغ المناسب. وطد براء علاقته بهذا الضابط، ويبدو أنه من دائرة الحماية الشخصية المباشرة لبشار الأسد، لأنه تمكن من جلب الأخير في إحدى زياراته لحلب لتناول المأكولات الحلبية التقليدية في مطعم براء سنة 2006. وفي هذه السنة أصبح براء قبلة الباحثين عن الاستثناءات والوساطات والرخص في منطقة حلب القديمة، وعمل كسمسار للعديد من ضباط القصر الجمهوري الذين وسع معارفه وعلاقاته بينهم بسرعة كبيرة، متوددا إليهم بالهدايا والرشا، وتضاعفت ثروته ليتمكن من شراء خان قديم إلى جانب مطعمه بمبلغ 70 مليون ليرة سورية، وبعد تعديل أوصافه وبناؤه من جديد تضاعف ثمنه. فجرت صحيفة الأخبار اللبنانية قنبلة في عددها الصادر يوم السبت 16 كانون الأول سنة 2017 عندما نشرت تحقيقا عن صفقات ومخالفات براء قطرجي في سنة 2010 مدعوما بصورة محضر تحقيق مؤلف من 18 صفحة، ملخصه أن براء ساهم بتغيير أوصاف بناء أثري من طبقة واحدة وتحويله إلى بناء من 5 طوابق عبر الحصول على موافقة غير قانونية من مديرية الآثار والمتاحف في حلب، مقابل الحصول على مبلغ 2 ليرة سورية نحو 40 ألف دولار وفق سعر الصرف في تلك السنة. كما يفيد الضبط بأن براء كان يشغل في هذا المجال مجموعة من السماسرة الفرعيين ومدراء وموظفين حكوميين بغطاء من شخص أو جهة عليا، وسنعود إلى حيثيات هذا التحقيق ونتائجه لاحقا. لكن مصدر آخر أفاد بأن براء قطرجي كان يدير صفقاته في حلب من دمشق، فالشاب الذي تتبع خيوط شبكات الفساد صعودا من الرقة إلى العاصمة الاقتصادية حلب لا بد له أن يكمل مشواره إلى العاصمة الأمنية والسياسية
حيث يتزاوج المال والسلطة بالطريقة المعروفة جيدا في البلدان المحكومة بدكتاتوريات فاسدة. افتتح براء وشقيقيه في دمشق مكتب للتجارة العامة في ظاهره ومقر لإدارة الصفقات السرية في الواقع. ومع أن الشاب الذي كان حينها في أوائل الثلاثينيات غاص في شبكات الفساد شديدة التكتم، ولم يعد بوسع دائرته الاجتماعية ملاحقته أو معرفة الكثير من أخباره، إلى أن رائحة صفقاته كانت تفوح من مكتبه، فهو يستطيع نقل أي مجند إلى محافظته بمبلغ يوازي من 3 إلى 4,000 دولار، والحصول في الوقت عينه على قروض هائلة من مصارف القطاع الحكومي لأشخاص لا يحوزون على أي ضمانات تقريبا، فعمولة تبلغ 5% من القيمة الإجمالية للقرض. كان معظم زبائنه في تلك الفترة من شيوخ ووجهاء الرقة الذين يؤلفون شبكة من شيوخ ووجهاء منطقة شمال شرق سوريا، فافتتح مضيافة لاستقبالهم في دمشق قرب مشفى المواساة، ووظف فيها طباخين وعمال يقومون على خدمتهم ليل نهار، بينما قطن هو وعائلته بناية حديثة كاملة في منطقة كفر سوسة. سنة 2013 كان براء القطرجي وشقيقيه يحومان حول دائرة الحكم الضيقة في دمشق، ويتعيشون من الفتات الذي يلقى إليهم من داخلها دون أن يتاح لهم فرصة اختراقها، حتى جاء صيف عام 2013 وسيطرت فصائل من الجيش الحر على صوامع الحبوب في الرقة وأخرى على صوامع دير الزور، ووقع النظام في حالة عجز عن توفير رغيف الخبز لمؤيديه. وبعد أن أخفق عدة مرات في شق الطريق إلى تلك الصوامع العسكرية، بدأ البحث عمن يشتري له كميات من الحبوب من الفصائل، وهنا تدخل مسؤول الحماية الشخصية لبشار وابن عمته ذو الهمة شاليش ليقترح اسم أحمد جريخ ورجل الأعمال الشاب براء قطرجي. والفضل في هذا الترشيح يعود أيضا للضابط نفسه الذي رعى صعود القطرجي في حلب. أحمد جريخ هو عضو مجلس الشعب من حلب. تشير بياناته في موقع المجلس أنه من مواليد حلب سنة 1948، أنه حاصل على شهادة الابتدائية، وقد انتدبه النظام مع براء قطرجي لاستجرار الأقماح من الرقة ودير الزور بسعر السوق الداخلي الذي يكافئ ربع سعر القمح الأوكراني في السوق العالمية. وبعد مضي نحو شهر من الزمن كان ثمة مركزان كبيران لاستلام وشحن الأقماح يعملان بشكل محموم في مدينة تدمر، حيث يتم استقبال شاحنات القمح القادمة من الرقة وإرسالها إلى مختلف المناطق التي ما زال النظام يسيطر عليها. لكن بعد مضي مدة وجيزة وجد الجريخ نفسه بلا أي وكيل محلي يشتري له القمح، فقد استقطبهم براء جميعا بفضل علاقاته ونفوذه في الرقة، فانسحب الأول وتولى الأخير إتمام العملية منفردا. مع حلول صيف 2014 بعد أن غدت شركة القطرجي مصدر رغيف الخبز في مناطق سيطرة النظام، ظهر تنظيم داعش وهيمن على معظم المحافظات الشرقية ومنع كل أنواع التعاملات التجارية مع نظام الأسد. لكن براء لن يجد صعوبة في تذليل هذه العقبة، وتمكن عن طريق معارفه وبالتنسيق مع مخابرات النظام من إبرام اتفاق ينص على استحواذ داعش على 20% من القمح الذي يشتريه في الرقة، مقابل السماح له بنقله بحرية إلى مناطق النظام. وعادت عجلة العمل للدوران مع تفصيل إضافي تمثل بشحن مخزون القمح الذي تسيطر عليه بقايا قوات الأسد في الحسكة نحو تدمر، مرورا بمناطق سيطرة داعش ومقابل اقتطاع الخمس منها أيضا. وفي هذه التجزئة يتهم مطلعون القطرجي باستبدال الأقماح عالية الجودة التي تشحن من صوامع الحسكة بأقماح لا تصلح سوى علف للحيوانات يشتريها وكلاء في الرقة بثمن بخس ويسلمها لمؤسسات النظام التي يعاود بيعها الأقماح عالية الجودة بأسعار مرتفعة جدا، وهو ما سمح له بمضاعفة أرباحه ورأس ماله بسرعة كبيرة. ينكر رجال أعمال سوريين كبار سواء كانوا مع نظام الأسد أو ضده أن يكون القطرجي حوتا ماليا أو حتى رجل أعمال، ويصفونه بسمك السردين الذي حظى بوجبة دسمة في مستنقع الحرب فتضخم.
وأنه في أفضل الأحوال مجرد سمسار يستخدمه نظام الأسد كقفاز لإبرام صفقاته، لا ينحدر من عائلة عريقة في عالم المال والأعمال، ولا ينتمي على الأقل لواحدة من عائلات سلطة الأسد مثل مخلوف ومعروف وغيرهما. ويسألون على سبيل الإثبات: لكن من هو القطرجي؟ إنه ابن البارحة، جاهل وبلا جذور، فهل تتوقع من شخص أن يصير شيئا؟ ليست الفرصة الذهبية وحدها من واصل الظهور أمام القطرجي، سمت يد خفية وصل الدفع نحوها. ففي منتصف سنة 2015 قرر نظام الأسد أن يشتري النفط من تنظيم داعش. لم يكن الهدف اقتصاديا بحت، فقد كان من الملائم للأسد أن يحوز التنظيم الإرهابي القوة التي تفزع دول العالم فتميل لتفضيل نظامه عليه وتتخلى عن مسعاه لإسقاطه. وقد عمل على هذا الملف في وقت سابق رجل الأعمال السوري الروسي جورج حسواني قبل أن يمطره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالعقوبات، فتراجع بصمت مفسحا المجال لبراء القطرجي وأخوته ليستولوا على هذا القطاع بسرعة كبيرة ودون ما خوف أو تردد. وراحت قوافل صهاريجهم تقطع صحاري دير الزور والرقة نحو مناطق سيطرة نظام الأسد تحت أنظار كافة الأطراف دون أن يعترضها أحد، بل أضيف إلى امتيازاته بند إضافي خصه النظام والتنظيم معا بالحقوق الحصرية لنقل البضائع إلى مناطق سيطرة داعش. وكانت سياراته تأتي محملة بالسلع وتعود محملة بالأقماح والأقطان وغيرها. يتهم القطرجي بالاتجار بالنفط والقمح والقطن مع تركيا عبر الحدود التي كانت تسيطر عليها داعش وفصائل الجيش الحر. استمرت مجموعة القطرجي في استجرار النفط من داعش حتى زوال سيطرته على حقول النفط الكبرى في دير الزور، خاصة حقل العم الذي تقوم فيه اليوم قاعدة أمريكية وفرنسية. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة القطرجي محددة اسم حسام قطرجي فقط في الشهر الأول من سنة 2019. لكن على الرغم من كل هذه العقوبات ما زالت شركة القطرجي تستجر النفط بكميات كبيرة من المناطق التي تحميها قوات أمريكية وفرنسية وتديرها حليفتهم قوات سوريا الديمقراطية. وتظهر في الفيديو قافلة طويلة لصهاريج القطرجي، كما تظهر بوضوح صوامع العالية المعروفة جنوب رأس العين على الطريق الدولي الذي يربط القمشلي بحلب، والتي تقع منذ زمن طويل تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. منذ أن بدأت نشاطات القطرجي بالاتساع في سنة 2013 بدأ تجنيد حراس لحماية قوافله تطلق عليهم اسم الترفيق، وفي مرحلة لاحقة بدأ بدفع رواتب ونفقات الميليشيات المسيطرة على طرق تنقل شاحناته، خاصة طريق الرقة أثرياء وهي بمعظمها ميليشيات إيرانية. وفي نهاية سنة 2017 ظهرت ميليشيات خاصة به مكونة في غالبيتها من أبناء عشائر شمال شرق سوريا باسم قوات القطرجي، وأعلن عن تأسيسها في منزل أحد شيوخ قبيلة العفدلة، واشتركت بشكل مؤكد في معارك الريف الشرقي لكن من حمص وحماه ومعارك الغطة ودير الزور وريف حلب الجنوبي، وزج بها إلى جانب الوحدات الكردية في معركة عفرين بمواجهة الجيش التركي وفصائل من المعارضة السورية. نهاية سنة 2017 يملك الأشقاء الثلاثة على نحو معلن قطرجي جروب، وهي تضم الشركات التالية: شركة قطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية، شركة إرفاد البترولية، شركة حلب الخاصة القابضة، شركة أليب للاستشارات والحلول التقنية، شركة جذور لزراعة وتربية الحيوان. ويفيد مقربون أن العائلة تمتلك أيضا شركات في لبنان مسجلة بأسماء رجال أعمال لبنانيين مقربون من حزب الله. كما أحصى مطلعون على القيود العقارية ما لا يقل عن 77 عقار مسجل بأسماء أفراد من العائلة في سوريا، منها نحو 30 عقار باهظ الثمن. أفادت التقارير بأن المستهدف بالغارة الإسرائيلية اليوم طالت سيارة عند الحدود بين لبنان وسوريا رجل الأعمال السوري محمد براء القطرجي. وأشارت المعلومات إلى أن الشخصية المستهدفة تعتبر من المقربين جدا إلى الحكومة السورية، موضحة أن قطرجي كان إلى جانب شخص آخر داخل السيارة التي تم قصفها بواسطة طائرة مسيرة.
وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.